بما ان شوية هوا النهاردة عن كل يوم. الجو فعلا كان حر، حر شديد جدا، مينفعش ان احنا نخرج في الجو ده. لكن النهاردة لا، في تغيير في الجو النهاردة، في هوا شوية، في هوا شوية بقى حابب يخرج يستغل الوقت بتاع الصبح ده بالتحديد، غير كده مينفعش. هوا شوية، قلت انزل بقى اشوف الدنيا واوريكم بقى اسكندرية النهاردة والدنيا عاملة ايه كده. ده ميامي اللي هو متفرع منه كذا شارع بقى، ميامي طبعا كده. انا همشي بقى جانبي كده على جانب الشط، مش هطلع على البحر شمس. فالدنيا النهارده اعتقد هتكون زحمه عشان الجو هوا وكده، شويه هتلاقي الناس انتشر كتير. هنطلع بقى جانبي كده بقى على البحر. طول ما انت ماشي مطول بقى على محمد نجيب، هتعدي بقى على سان ستيفن، كليوباترا، إبراهيمية، الشاطبي، المنشية، لازم بقى بالقلعة لآخر اسكندرية. احنا هنا ده ميامي متفرع منه كذا شارع زي ما حضراتكم شايفين. ده كده بقى بتطلع على آخر المنتزه. هنا بقى زي ما قلت لحضراتكم ده الشارع اللي هو اتقفل، خليل حمادة. اللي هو ده عشان البرج اللي وقع كده قفلوه وبقى عليه حراسات كده. انا مطولة بقى همشي قبل الشمس وكده، لان الشمس موجودة تقريبا لحد المغرب، تفضل موجودة لحد المغرب، يعني مش هينفع تطلع. وقت الصبح ده بيكون طراوة شوية، هوا شوية. ده الشارع اللي اتقفل اللي هو خليل حميدة. وكده بقى طول ما انت ماشي بتطول جانبي كده كل حاجة موجودة، مش هتسأل يعني قدامك. سهلة اسكندرية، مش صعبة. واللي بيسأل بقى شارع خالد بن الوليد فين، أي شارع هتدخل منه من ده، أي شارع هتدخل منه هو ده بيوديك لخالد بن الوليد. دي اسكندرية دلوقتي. أتمنى الفيديو ده يعجبكم وأشوفكم